السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل اول مخبوزات العيد. هعمل الكحك بالطريقة الأصلية بتاعتنا بتاع الزمن اللي احنا متعودين عليها واللي طول عمرنا عارفينها. مش هقول لكم طبعا زي بتاع المصانع، لانه الحقيقة بتاع المصانع اصلا ما بيعجبنيش. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا. هعمل معاكم الكحك بالسمنة المقدوحة. انا عملته قبل كده بالسمنة المقدوحة وعلى البارد، لكن النهاردة انا هعمله بالسمنة المقدوحة. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة انا حاطة السمنة على النار تتقدح. طب انا هعرف ازاي انها اتقدحت؟ انا بحط فيها كده عجينة، يعني بعمل عجينة صغيرة، واول ما العجينة تحمر زي ما انتم شايفين كده يبقى كده السمنة بتاعتي خلاص اتقدحت. هاجي بقى هنا انا هعمل الكمية بتاعتي عبارة عن 3 كيلو دقيق. ال3 كيلو دقيق، الكيلو من الدقيق هياخد معايا، يعني الكيلو المفروض ان هو ياخد نص الكمية سمنة، وبزود على نص الكمية 100 جرام سمنة. يعني الكيلو هياخد معايا نص كيلو من السمنة، وهياخد كمان فوق النص كيلو 100 جرام. ليه؟ لان احنا بنحب الكحك ناعم. لو انت حابة الكحك بتاعك يكون وسط، هتعملي الكيلو الدقيق معاه نص سمنة. بس الحقيقة الطريقة بتاعتي افضل، بيبقى مظبوط، هو بيدي على ناعم شوية بس الطعم بصراحة بيبقى احلى. في ناس بتقول ان انا ما بحبش السمنة قوي، ما بحبش السمنة كتير، وانا حباه وسط، لا حباه لا ناعم ولا حباه خشن. فانا هقولك ان انتي هتحطي الكيلو الدقيق معاه النص بالظبط سمنة. يعني لو حطيتي 2 كيلو دقيق هتحطي كيلو من السمنة. لو حطيتي 2 كيلو دقيق هتحطي كيلو من السمنة. لو حطيتي كيلو دقيق هتحط نص من السمنه. لكن انا بعمله بالطريقه دي، بحط الكيلو دقيق معاه نص كيلو سمنه، ومعاه كمان 100 جرام، يعني الكيلو بياخد 600 جرام من السمنه. زي ما انتوا شايفين انا ببدأ انزل بالسمنه وهي سخنه. طبعا السمنه مقدوحه بتبقى سخنه جدا، ولازم ناخد بالنا واحنا بننزلها. ونبدأ نقلبها بالراحة خالص. انا عملت معاكم على على القناة قبل كده الكحك بالسمنة المقدوحة وعلى البارد، يعني بقدح السمنة واسيبها تبرد واشتغل بيها عادي، وبتبقى جميلة وبتدي نفس النتيجة، وبتبقى حلوة جدا جدا. اللي عاوز يعملها كده او يعملها بالسمنة المقدوحة وتبقى على البارد، انت بتقدحي السمنة عادي جدا وبتسيبيها لما تبرد وبعدين تشتغلي بيها بعد كده. لكن انا النهاردة هعمل الكحك بتاعي بالسمنة المقدوحة زي ما انتوا شايفين. لازم اهم حاجة اقلب الكحك، اقلب الدقيق بالسمنة، لازم كله يتشرب مع بعضه كده. وهبدأ ألفه واجيب كل الدقيق من تحت عشان كل الدقيق يشرب السمنة بتاعتي. بعد كده هبدأ زي ما بيقولوا كده، زمان كانوا بيقولوا زمان نبس الكحك او نفركه بايدينا كده علشان الدقيق يشرب السمنه كويس. في الحاله دي انا مش هحتاج الخطوه دي جامد، لان زي ما قلت لكم الكحك اصلا ناعم، فهو مش بيبقى محتاج او متكتل قوي، لان السمنه الكتير بتخلي الدقيق يشربها بسهوله. زي ما انتم شايفين كده ببدا كده ابس الكحك زي ما هما بيقولوا، او زي ما كانوا بيقولوا اهلنا زمان. افركه كده. بس الحقيقه انا كنت بعمله السمنه كانت سخنه قوي، فاحنا لازم نصبر شويه لغايه لما تبرد، وبعدين نبدا نعمل كده نفركه بايدينا. اهم حاجه في الخطوه دي تقريبا يعني نص نجاح الكحك. هبدأ بقى اعمل بالمعلقة كده، بحاول بس اقلب، اجيب الدقيق اللي تحت كده واقلبه كويس جدا، عشان خاطر ما يبقاش في عندي دقيق تحت مثلا واجي اعجن يبقى جزء مثلا فيه سمنة وجزء لا. تعالوا بقى نشوف هنا انا معايا ايه. معايا كوباية فيها معلقة سكر، ومعايا الخميرة بتاعتي. هبدأ بس احط الخميرة عشان اتأكد ان كانت الخميرة بتاعتي ناجحة ولا لا. دي خطوة مهمة جدا، ان انا مش بحط الخميرة على الكحك او على الدقيق. لازم الاول اعمل اختبار للخميرة، لانه للأسف الخميرة لو كانت فاسدة بتبوظ طبعا العجينة. عاوزة اقول لكم كمان ان في ناس بيقولوا انه طبعا معايا حليب. انا هرجع اقول لكم على الخطوه المهمه دي تاني دلوقتي اللي انا كنت بتكلم فيها. معايا حليب، انا معايا كيلو من الحليب. طبعا انا مش هحط كل ده. ومعايا بيكنج باودر بس انا مش هضيفه. معايا فانيليا، ومعايا روح موز. انا مش هضيف البيكنج باودر ليه؟ عشان بس ما ينفش معايا او يفرش معايا، لان الجو دلوقتي حر، فخميره وبيكنج باودر الموضوع هيبقى صعب شويه، ممكن يفرش قوي الكحك مني. فانا هتفادى الخطوه دي، فهحط خميرة بس. طبعا انا بحط على العجينة نفسها روح الموز. روح الموز عشان تدي للعجينة ريحة حلوة. انا محتاجة ان العجينة نفسها كمان تبقى ريحتها حلوة.
مش بحط على الملبن بس، انا بحب روح الموز في العجين. في ناس ممكن ما تفضلوش تحط فانيليا بس براحتها، بس طبعا عشان الكحك تبقى ريحته نفاذة كده وريحته تبقى قلب الدنيا وهو بيتخبز لازم نحط روح الموز. انا معايا الحليب كده تقريبا هضيف نص الحليب وشويه. هتقولولي طب المقدار بالظبط من الحليب؟ ما اقدرش اقولك المقدار بالظبط من الحليب، لان ممكن النوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه ما يقبلش اصلا سوائل، ممكن يكون ما بيقبلش اصلا نسبه كبيره من السوائل. فبالتالي مثلا ممكن اقول لك حطي الكيلو كله، لا انت طبعا هتشوفي العجينه دلوقتي، هوريكي منظر العجينه بايدي لما توصلي للمرحله دي يبقى كده خلاص. بس انا عاوزه اقول لكم على نقطه مهمه. طبعا زي ما انتم شايفين كده ال- الخميره بتاعتي خمرانه وكويسه وشغاله وزي الفل. فانا دلوقتي حطيت الخميره على العجين وهبدا اعجن. طبعا انا كنت هشتغل بالعجانه، بس ان انا عاوزه اقول لكم انه العجين الكحك ما بيحتاجش عجين كتير. الكحك يا دوب بلم الحاجه، يعني انا بلم العجينه بس في بعضها بحيث ان هو يتشرب كل المكونات بتاعتي، وبعد كده خلاص. لان انا لما بعوز الكحك بتاعي يكون ناعم او سر ان هو مفرول معايا ما يبقاش متماسك، ان انا ما اعجنش العجين جامد وفي نفس الوقت السوائل بتاعته ما تكونش كتير. السوائل بتاعته اللي هي الحليب او ميه، في ناس بتعجن بميه لكن انا الحقيقه بعجن بحليب. وطبعا الحليب بيدي طعم احلى. وكمان بقى لو انت عندك حليب اللي هو النيدو او اي نوع حليب مجفف وحطيتي كده معلقتين ثلاثه كمان على العجين هتبقى جميله جدا جدا. بصوا الكحك مشكلته ايه اللي بيعمل حموضه في الكحك؟ على فكره كتر السمسم. كمان انا مش بحط سمسم على عجينه الكحك لانها بتبقى مخرزه كده وشكلها مش ظريف وبيتحرق منه بيبقى مش لطيف. شايفين منظر العجينه؟ انا بوريكم دلوقتي القوام اللي انا وصلت له. انا عايزه القوام ده. بصوا انتوا هتحسوه يعني العجينه سايحه شويه، لا ده عشان السمنه سخنه. لكن هو دلوقتي اول لما بيبرد بتلاقي العجينه متماسكه وزي الفل وبتقدري تشكليها عادي جدا ومفيش اي مشكله. طبعا كده انا بحط الملح، معلقه واحده من الملح انا بدوبها في ميه وبحطها كده في اخر ما انا بعجن طبعا ورايحه اتشاهد بلم العجين بتاعي. واهم حاجه زي ما قلنا يا جماعه العجين بتاعنا لازم نتشاهد عليه، اي عجين لازم نتشاهد عليه. كده خلاص انا خلصت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى ايه على جنب كده لما تخمر. ما نحطش ايدينا في العجين ولا نشكل العجين ابدا الا لما العجينه تخمر معايا. ليه؟ لانه ممكن تكون الخميره فاسده. مش مستناش مثلا لما احطها في اشكلها وبعدين استنى تخمر، افرض الخميره فاسده ابقى انا اعمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ده. الملبن بتاعنا انا معايا بوله وفيها حوالي 3 او 4 معالق من السمنه البلدي، وبعدين ده كيلو من الملبن وعليهم سمسم متحمص وعليهم روح موز وعليهم فانيليا وماء ورد، وابدا اعجن كويس جدا لغايه ما العجينه بتاعتي دي ما يبقاش فيها، يعني بصوا تبقى هوريلكم القوام بتاعها دلوقتي، ما يبقاش فيها يعني تكتلات خالص. يعني اي تكتلات. في ناس بتاخد اصلا الملبن كده تحطه زي ما هو. طب ايه فايدته؟ وريحه ريحه الكحك، الريحه بتاعت زمان اللي احنا متعودين عليها دي. دي الوصفه اللي كانوا اهلنا زمان بيعملوا بيها واللي احنا متعودين عليها. كان المخبز يخبز، سواء كنا بنخبز الكحك في البيت او بنخبزه في المخبز، كانت بتبقى الريحه جايبه لاخر الشارع. بسبب ايه؟ بسبب الحاجات اللي احنا بنحطها والاضافات اللي احنا بنحطها دي. وفي نفس الوقت كمان بتخلي ريحه الكحك وطعمه لغايه اخر كحكايه. حتى لو انت هتخزنيه عندك في البيت لفتره بيفضل الكحك زي ما هو، ريحته وطعمه زي ما هو. انا دلوقتي بروح اجيب الكحك من المخبز، يعني لو انا هجيبه مثلا في اخر رمضان، في اخر رمضان يعني مثلا في العشر الاواخر من رمضان قبل ما يجي العيد يكون طعمه اتغير وريحته اتغيرت وما بقالوش اي طعم بصراحه وما يتاكلش. انا هنا العجينه بتاعتي خمرت زي ما قلت لكم. اهم حاجه ما احطش ايدي في الخميره في العجينه قبل ما تخمر. هبدا اشكلها. انتوا شايفين ان انا مكوره دلوقتي، انا مكوره دلوقتي الملبن بتاعي. بس طبعا انا لو كورت كل الملبن كده انا مش هخلص. انا طبعا بحطه عادي، يعني باخد كده قطعه بقطعه واحطها في قلب واحطها في قلب الكحكه بتاعتي عادي تمام. زي ما قلت لكم المفروض انه انا عشان خاطر الكحك بتاعي يكون ناجح ويكون مظبوط ما احطش ايدي في العجينه ولا ابدا اشكلها نهائي الا لما العجينه بتاعتي تخمر. وطبعا لانه ده حصل معايا قبل كده ان انا شكلت العجين بتاعي من قبل ما يخمر في البوله بتاعتي. للأسف هو الخميرة كانت فاسدة. لأنه عشان تبقوا عارفين الكحك لما بيكون بالسمنة المقدوحة بتبقى لازم ناخد بالنا انه السمنة لما بتكون سخنة وبنحط عليها الخميرة فالخميرة بتفسد ونسبة كبيرة جدا انها بتفسد.
فبالتالي دي من الخطوات المهمة، ناخد بالنا من الخميرة، لأنه 90% من نجاح المخبوزات أو من نجاح الكحك أو أي مخبوزات عموما بيرجع للتخمير بتاعه. تمام. كده أنا شكلت معاكم زي ما انتوا شايفين. شايفين اهو، دي صينية أنا عاملاها في صينية، شكله جميل اهو. وشكلي زي ما انت عايزة، وعلى فكرة كنا زمان بنشكل طويل وبنشكله ساعات سادة وعادي، يعني شكلي زي ما انت عايزة. في طبعا اللي هي الختامات اللي بتختم دي، بس الحقيقة الختامة بتبططه قوي، يعني بتبطط الخميرة بتاع الكحكاية قوي. فانا نفرض مثلا ان ان اصلا الكحكاية هتفرش معايا كده، الموضوع بصراحة يبوظ. في حاجات احنا لازم نعمل حسابها دايما واحنا شغالين. ده منظر الكحك بتاعي، شوفوا ما شاء الله خمران ازاي، شوفوا نافش ازاي وجميل وزي الفل. وهو في الفرن، انا كده بصوره لكم وانا بخبزه في الفرن. شايفين الكحك بعد ما خلص؟ ده كده الكحك بتاعي بعد ما طلع من الفرن. امشوا على الخطوات مظبوط، هيطلع الكحك جميل. الكحك بالطريقة دي هيفضل معاكم لاخر كحكاية، لاخر كحكاية. ريحته وطعمه والله ريحته بتجيب اخر الشارع، وطول ما هو في البيت ريحته بتبقى قلب المكان اللي هو فيه. دي طريقتنا الأصلية اللي احنا متعودين عليها. جربوها، بس أهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كده الفيديو بتاعي خلص، أتمنى أشوفكم على خير في فيديو جديد، فيديو البسكوت الفيديو الجاي بإذن الله. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.